عموما لساني سليط، يعني ان شاء الله ما هو بذيء، ولكن يعني ما احب انه احد يعني ما افضل انه احد غريب يتفرج على المباراة معي. عشان كذا لما اتفرج في الملعب وواجه صعوبة كبيرة تلقي بظلالها على اعصابي وعلى حتى علي جسديا في كبح جماح تصرفاتي. يعني الانفعال اللي يشوفونه الناس في بعض المباريات هذا ترى على فكرة انفعال مهذب، لانه لما اكون في البيت الحالي او في مثلا غرفه الملابس أو افرغ عن نفسي باني انا اعبر عن انفعالاتي بوضوح. يعني طبعا تتلبسني نظريه المؤامره في المباراه، يعني الحكم دائما ضدنا وقت المباراه، عرفت كيف؟ يعني يكون فاول صريح للفريق الثاني، يعني فاول ما في شك انه لهم فاول او بلنتي ما هو بلنتي ولا من يقوله. بس انا طبعا وقت بعد المباراه ترجع يعني ارجع يعني اكون منصف عاده. طبعا بالتاكيد ابو فيصل ما تاخذ اي قرار انت وقت المباراه، يعني تغيير لاعب لا لا, لا 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 ابدا، لا انا انفعالي وقت المباراه انفعال مضر لي انا فقط، لا ينتج عنه اي قرارات، لا ينتج عنه اي اذى لاحد ان شاء الله. يعني الضرر الوحيد يقع علي انا، على اعصابي انا.